بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. حبايب قلبي، ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد، واكتبوا لي تعليق حلو يا حبايب قلبي عشان القناة تكبر بيكم، وحطوا لايك يا حبايب قلبي. اللايك مش بفلوس، ده ببلاش. النهارده هعمل معاكم يا حبايب قلبي كبده، بس هعملها بطريقه غير اللي بعملها معاكم كل دول. الكبده زي ما انتوا عارفين لها كذا طريقه. هعملها النهارده يا حبايب قلبي بثوم وفلفل، بس فلفل اخضر وفلفل اصفر، لو في احمر حط، مفيش اكتفي بالاخضر، ولو عايزه حراق حط برضه. والبهارات بتاعتنا يا حبايب قلبي بابريكا وفلفل وكمون وبهارات كبده وملح يا حبايب قلبي والثوم وحته ليا ضان. ما انتش عايزه تحوشي حاجه، دي طبق الرغد. واعمل جنبها يا حبايب قلبي بطاطس محمر. والرز يا حبايب قلبي اعمل رز جنبها، رز بشعريه. حطوا لايك يا حبايب قلبي، ما تبقوش بخل. بقطع الدهنة بس يا حبايبي، او اللي هي تبع ما بيسموها، وانا معاكم اهو. اشتركوا بالقناة يا حبايب قلبي عشان اكبر بيكم، ربنا يخليكم يا رب. وبعد شهر رمضان شهر الخير عليكم وعلينا يا رب، اللي نفسه في حاجة تتحقق اللهم امين. على فكرة اللايك مهوش بفلوس يا حبايب، ده ببلاش. اكتبولي تعليق حلو. هنحط الثوم يا حبايبي والكبدة على طول. والكبدة لما كانت نقعة وعصر على ليمون يا حبايب قلبي. وتحطوا عليها بهارات تتعمل معايا يا حبايبي. لو عايزة تضيفوا بهارات غير اللي انا حطاها في الطبق الرغد. وملح يا حبايب قلبي. الكبدة زي ما قلت لكم لها كذا طريقة، وانا بعملها بطريقة بسيطة خالص. والطاسة دي اللي هحمر فيها البطاطس يا حبايبي. هصفي البطاطس وارجع معاكم. البطاطس بغسلها، بخرجها يا حبايبي وبغسلها وبنقعها في ماء. هنحط الفلفل يا حبايبي عشان يستوي، لان احنا بنحب نستوي. في ناس بيحبوه يبقى لسه فيه قطع، بس عندي ما بيحبوش الا يكون مستوي.
نشوف الرز يا حبايبي لازم نقلب عشان ما يبقاش معجن من تحت ومخفف من فوق. ولو عايزين منا اي روتينات اي حاجه اللي انتوا عايزينه اكتبوا لي في التعليقات يا حبايب قلبي وانا هعمل وانا عايزين اي طبخه برضه اكتبوا لي في التعليقات. محدش يقول لي انتوا بتاكلوا كبده كتير، لان الفراخ زي ما انتوا عارفين يا حبايبي غاليه، فبستقرب الكبده ارخص شويه عن الفراخ ومغذيه عن الفراخ. اسيبها بقى شويه يا حبايبي والبطاطس ما تتحمر. كلكم شطار وعارفين تحمير البطاطس. لما الكبده تستوي ارجع معاكم تاني عشان الفيديو ما يطولش. ورجعت معاكم يا حبايب قلبي كده الكبده استوت اهي. بس يا حبايب قلبي حطيت لها نص فنجان ميه، لان عندي لازم الفلفل يكون مستوي. هي كده بالنسبه كده خلصت استوت. هطفي عليها بقى يا حبايب قلبي، والبطاطس هقليها والرز بتلدن اهو. وانا في اخر الفيديو هصور لكم الاكل. وما تنسوش تدعوا لي يا حبايب قلبي. انا بقالي يومين ما نزلتش فيديوهات لان كنت تعبانه. هنزل لكم فيديو كمان كان عندي كنت مصوراه على التليفون، انما الكبده انا عاملاها النهارده. ما تنسوش تدعوا لي ربنا يشفيني يا رب ويشفي كل مسلم. ما تنسوش الاشتراك يا حبايب قلبي وفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو وحطوا لايك يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.